السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي أبطال تانية ثانوي، أهلا وسهلا بكم 2026 ونبدأ مع بعض أول درس تاريخ. وعايزين نرحب بإخواتنا طلبة العلمي. أنا عارف إن في ناس قاعدة العلمي على التاريخ. طيب الكلام ده في ناس ممكن تكون زعلانة، بس أنا عايز أقول لك بالعكس. في ناس قالت لي أنا مستر هخش علمي عشان في ناس عايزة تهرب من التاريخ. طيب ليه؟ عشان الحفظ. هرد عليك واقول لك جمله سهله قوي، التاريخ فهم مش حفظ. هنشتغل النهارده كاننا بنشرح فيزياء، هفهمك كل كلمه في المنهج وهنربط الاحداث ببعض وهخليك انت تحل تاريخ كانك بتحل سؤال رياضه، كانك بتحل سؤال فيزياء. ابطالنا بقى اللي اختاروا ادب، اللي بيحبوا التاريخ، عايزين ياخدوا قصه وحدوته ويفضلوا يزودوا في معلومات. هنشتغل معاك بنفس طريقه القصه، يبقى انا مش هشتغل حفظ اصلا، انا هشتغل بطريقتين. اول طريقه حدوته قصه هناخدها مع بعض، وتاريخنا في تانية ثانوي اجمل تاريخ في الدنيا، تاريخ اسلامي، تاريخ مهم جدا، جميل جدا، ممتع جدا. فهشرحه كانه قصه وهشرحه بطريقه الفهم كانك بتحل سؤال فيزياء او سؤال رياضه. هو ده النظام الجديد، ونبدا مع بعض. وبسم الله الرحمن الرحيم، اول درس لطلاب ابطال تانية ثانوي 2026، واقول لك حضاره شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. ادي شبه الجزيره العربيه. انا عايز اعرف شبه الجزيره العربيه دي كانت عامله ايه قبل ظهور الاسلام، قبل ميلاد النبي ونزول الوحي. شبه الجزيره العربيه ادي البحر الاحمر، ادي البحر العربي والخليج عدن، وادي الخليج العربي. فقلنا على دي شبه جزيره لان الميه بتحيطها من 3 جهات. انا عايز اعرف احوال شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. شبه الجزيره العربيه هي بيقول لك هي امه ساميه الاصل. ساميه الاصل دي بره المنهج، بس هقولها بسرعه كده. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما حصل الطوفان وسيدنا نوح نفد، او ربنا سبحانه وتعالى خد سيدنا نوح، خد معاه 3 من اولاده، سام وحام ويافث. سام ده اتجه على شبه الجزيره العربيه، اولاده وسلالته، فعشان كده نقول هي ساميه. وطبعا اصل العرب هم دوله اليمن وهي منطقه ساميه. طيب عندي 3 مناطق في شبه الجزيره العربيه. اول حاجه هاخد منطقه جنوب شبه الجزيره العربيه اللي هي النهارده دوله اليمن. عندي 3 حضارات في شبه الجزيره العربيه، او 3 ممالك. مملكه اسمها مملكه معين، مملكه سبأ. مملكه سبأ دي مذكوره في القرآن اللي هي الملكه بلقيس، اللي هي قصه سيدنا سليمان. والمملكه الثانيه مملكه حمير. يبقى عندي معين، سبأ، حمير، 3 ممالك في جنوب شبه الجزيره العربيه. طيب هنتكلم عن مناطق غرب ووسط شبه الجزيره العربيه. انا عندي 3 أماكن في ممالك شمال الجزيرة العربية، وعندي في ممالك شمال الجزيرة العربية حاجة اسمها مكة المكرمة. عندي يثرب، يثرب اللي هي المدينة المنورة حاليا، وعندي الطائف. يبقى عندي 3 مدن في وسط وشمال الجزيرة العربية، وهو مكة ويثرب والطائف. طيب مدن شمال غرب بقى، شمال غرب، اقصى شمال غرب شبه الجزيره العربيه، عندي مدن في بلاد الشام وعندي مدن في العراق. طيب المدن اللي في بلاد الشام مدينه تدمر والانباط، تدمر والانباط، ودول مع بعض اسمهم الغساسنه. دول ينتموا الى الروم، او عندهم تحالف مع الروم، او في علاقات بينهم وبين الروم. الناحيه الثانيه الحيرة. الحيرة دايما قريبين من بلاد الفرس. الحيرة اللي هم حاليا في العراق دايما قريبين من بلاد الفرس. فطبعا كان في بينهم صدام كبير جدا بين الحيرة والغساسنة. دول العرب في شبه الجزيرة العربية. يبقى أول حاجة في الجنوب منطقة اليمن حاليا عندنا معين، عندنا سبأ، عندنا حمير. في غرب شبه الجزيرة العربية، في وسط غرب شبه الجزيرة العربية عندنا مكة، يثرب، الطائف. عندنا في شمال غرب شبه الجزيرة العربية عندنا في بلاد الشام الغساسنة، تدمر والأنباط، وعندنا في العراق الحيرة. أحوال العرب قبل ظهور الإسلام والنظام السياسي وشكل العرب قبل ظهور الإسلام. وهبدأ أكلمك عن الجنوب. أقول لك في جنوب شبه الجزيرة العربية اللي هي النهاردة تساوي دولة اليمن، هقول لك عندي 3 حضارات.
معين، سبأ، حمير. عندي معين وسبأ وحمير، وناخدهم بالتفصيل كمان شوية. عندي بعد كده في غرب الجزيرة العربية، في منطقة غرب شبه الجزيرة العربية، عندي 3 مدن: مدينة مكة، مدينة الطائف، مدينة يثرب. مكة المكرمة، الطائف، مدينة يثرب. عندي في شمال الغرب، شمال غرب شبه الجزيرة العربية، عندي في العراق مملكة اسمها مملكة الحيرة. عندي في بلاد الشام، بلاد الشام اللي هي النهارده فلسطين سوريا ولبنان، دول اسمهم بلاد الشام. فعندي مدينة اسمها الأنباط، ومدينة اسمها تدمر اللي احنا بنسميهم الغساسنة. يبقى عندي الغساسنة، تدمر، والأنبار، ودول دايما كانوا ينتموا للروم، كان بينهم وبين الروم علاقات حلوة جدا. النوع الثاني اللي هم الحيرة. الحيرة النهارده تقريبا اللي هم في العراق، ودايما كان بينهم علاقات وينتموا لبلاد الفرس. وطبعا احنا عارفين ان بين الفرس والروم صراع كبير جدا، بين الفرس والروم صراع كبير جدا، والحيرة كانت مع الفرس والغساسنة كانت مع الروم، ولغاية لما يظهر الإسلام، ومذكورة في القرآن الحروب اللي بين الفرس والروم. هنبدأ بالممالك معين. مملكة معين اللي في الجنوب تأسست سنة 1300 قبل الميلاد لغاية سنة 630 قبل الميلاد. طيب مكانها جوف اليمن. جوف اليمن يعني جوه اليمن، في جوف اليمن، في جبال اليمن، منطقة اليمن. العاصمة بتاعتها قرناو، عاصمتها قرناو. يبقى أول مدينة في الجنوب، احنا قلنا في الجنوب معين، سبأ، حمير، وهنتكلم عن قرناو. طيب المملكة الثانية سبأ، وسبأ دي كان فيها ملكة اسمها بلقيس، ومذكورة طبعا القصة بتاعتها، قصة الطاووس، قصة سيدنا سليمان. دي حكمت المملكة دي، أو المملكة سبأ، عاشت من سنة 800 قبل الميلاد لسنة 1100 قبل الميلاد، يعني أقل من 700 سنة. زي ما احنا عارفين كلمة قاف ميم يعني قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام. قبل ما سيدنا عيسى يتولد كنا بنقول قبل الميلاد، وكنا بناخد من الكبير للصغير. يعني مثال لما اجي اقول لك سنة 800 قبل الميلاد، السنة اللي بعديها 799 قبل الميلاد، هنفضل نقل لغاية لما اقول لك ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. تمام؟ يبقى المملكة دي قعدت من 800 لغاية 100، التاريخ بينقص، قعدت ما يقرب من 700 سنة. دي طبعا موجودة في جنوب غرب اليمن، في جنوب غرب اليمن، وعاصمتها مأرب. والمأرب ده حاجة مهمة جدا، لأن في سد اسمه سد مأرب انهار، وده أثر على كل الجزيرة العربية. طبعا أشهر ملوكها الملكة بلقيس، اشتهرت طبعا بسد مأرب. سد مأرب ده انهار وهو سبب الهجرة. تاني، العرب أصلهم سام طبعا احنا قلنا نسبة لسام ابن سيدنا نوح وأولاده. فالعرب أغلبهم قعدوا في الجزيرة العربية في الجنوب في اليمن، فاليمن كان فيها عرب كتير. فلما كان عندهم سد اسمه سد مأرب، ده كان موفر لهم المية. لما سد مأرب انهار، العرب عملوا هجرة. الهجرة بتاعتهم بدأوا يطلعوا لفوق، يطلعوا للجزيرة الشمال، شبه الجزيرة العربية، ويطلعوا في بلاد العراق، ويطلعوا عند الحجاز وعند مكة وعند يثرب، وبدأوا ينطلقوا من الجنوب إلى الشمال في شبه الجزيرة العربية. فلما انهار سد مأرب، القبائل تفرقت في شبه الجزيرة العربية. كان العرب كلهم قاعدين جنب سد مأرب ناحية معين وسبأ وحمير في جنوب ناحية اليمن، عندهم مية اللي هي نهر أو المية اللي حوالين سد مأرب. فلما السد انهار، القبائل العربية مشيت، تفرقوا في الجزيرة العربية، قبيلة راحت كده، قبيلة راحت كده، قبيلة طلعت العراق، قبيلة راحت الحجاز، قبيلة راحت يثرب، بدأوا يتفرقوا بسبب انهيار سد مأرب. المملكة الثالثة حمير، دي حكمت من 115 قبل الميلاد لغاية 535. موقعها قال لك دي بين سبأ وبحر القلزم. بحر القلزم اللي هو بحر الأحمر، يبقى بين سبأ والبحر الأحمر مدينة اسمها حمير، أو مملكة اسمها حمير. ومدينة حمير دي بيتقال عليها ريدان أو ظفار. دي مدينة بتاعت الممالك بتاعت الجنوب. يبقى أنا عندي كده في الجنوب معين، سبأ، حمير.
في الجنوب معين، سبأ، حمير. دول الثلاث ممالك اللي موجودين في الجنوب. هنخش على ممالك غرب شبه الجزيرة العربية ونرسمها كده مع بعض برضه عشان احنا نبقى شايفين قصتنا. ادي البحر الأحمر، وادي شبه الجزيرة العربية، ودي ممالك الغرب، مكة، يثرب، الطائف. دول ممالك غرب شبه الجزيرة العربية. ونبدأ بمدينة مكة، وهحكي قصة صغيرة قوي، قصة بسيطة هتفيدنا تاني طبعا في المستقبل، لان في شوية قصص صغنططة كده نحكيها في وسط المنهج. مكة المكرمة أو مكة أو الكعبة اللي بناها سيدنا إسماعيل ووالده سيدنا إبراهيم. ربنا سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا إبراهيم يروح لابنه سيدنا إسماعيل. قصة طبعا سيدنا إسماعيل وستنا هاجر حضراتكم عارفينها. كان سيدنا إبراهيم عنده طفل، فربنا أوحى له إن يودي الطفل في منطقة صحراء، منطقة هنا. فراح ستنا هاجر وابنها الصغير الرضيع، المهم خبط برجله، كان عطشانين، فربنا سبحانه وتعالى فجر بئر زمزم، وبقى عندنا المنطقة دي فيها مية. فطبعا المنطقة دي فيها مية، الناس اللي في الصحراء جريوا عليها، قعدوا لقوا ستنا هاجر وابنها سيدنا إسماعيل عند بير المية، قعدوا جنبهم وبدأوا يعملوا منطقة كبيرة. بعد كده لما سيدنا إسماعيل كبر، جاله والده سيدنا إبراهيم، وربنا أوحى لهم إنه يبنوا الكعبة. الكعبة اتبنت لعبادة الله الواحد الأحد، بيت الله على الأرض. اتبنى الكعبة لعبادة الله الواحد الأحد، ودي أول ديانة عشان هاخدها كمان شوية، الديانة الحنيفية، ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يبقى كده هنتكلم عن مكة المكرمة اللي هي فيها الكعبة. دي أشهر مدن دينية أقول له بسبب وجود الكعبة بيت الله الحرام. رقم 2 بسبب التجارة. أولا مكة كانت أهم مدينة تجارية تقريبا في شبه الجزيرة العربية. أولا موقعها مهم جدا، كانت مدينة دينية، فبيجي لها قبائل من كل أماكن، كان عندهم صناعات وعندهم حجارة وعندهم صناعة سيوف وعندهم يعني مدينة تجارية تشتهر بالتجارة بسبب موقعها. لأن مكة هنا اليمن، وهنا بلاد الشام، فلسطين، سوريا، ولبنان. العرب كان عندهم رحلتي الشتاء والصيف مذكورة في القرآن. يعني ايه رحلتي الشتاء والصيف؟ هنا خط الاستواء، فاليمن قريبة من خط الاستواء، يعني حر جدا 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 جدا، بس في الشتاء جنة جميلة قوي. بلاد الشام اللي هي فلسطين، سوريا، ولبنان، في الشتاء تلج، لكن في الصيف جنة جميلة قوي. طيب أهل بلاد الشام بيمشوا في الشتاء يروحوا على اليمن، جميلة قوي، وأهل اليمن في الشتاء يروحوا بلاد الشام. دي اسمها رحلتي الشتاء والصيف. تمام؟ الاتنين هيعدوا على مكة، ده مع بضاعة هيسيبها في مكة ويبدل ويبيع ويشتري، ده مع بضاعة هيسيبها، وهكذا. فمكة هي المدينة اللي في النص، بيعدي القبائل من هنا والقبائل من هنا، وأهل مكة نفسهم بيطلعوا رحلة الشتاء ورحلة الصيف. دي أهميتها التجارية، رحلتي الشتاء والصيف. طب أشهر الأسواق التجارية سوق اسمه سوق ذي المجاز، وسوق منجة، سوق منجنة. دول أشهر الأسواق اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية. أشهر القبائل، قبيلة يعني عيلة كبيرة، قبيلة عائلة كبيرة، بتبقى ليها اسم جدنا الكبير، قبيلة كذا، قبيلة كذا، زي ما انت تقول انا من عيلة كذا، انا من عيلة كذا، فهم عندهم انا من قبيلة كذا يعني من عيلة كذا. اشهر قبيلة يعني اقوى قبيلة، اكبر قبيلة في العدد، في الشراسة، في القوة، في المال، قبيلة قريش. قبيلة قريش دي قبيلة كبيرة قوي في مكة. المدينة الثانية اللي هنتكلم عنها هي مدينة يثرب. يثرب اللي هي النهاردة اسمها المدينة المنورة، دي موجودة في شمال مكة، فوق مكة. مدينة يثرب مدينة اقتصادية. أولا يثرب واحة يعني أرض منخفضة في الصحراء تعتمد على المياه الجوفية. واحة يعني جنة كده صغيرة جوه الصحراء. الصحراء دي صحراء جرداء بلا زرع ولا ماء، أرض قاحطة، أرض صعبة جدا العيش فيها. وأنا ماشي في الصحراء بلاقي واحة يعني أرض جنبها مياه جوفية، شوية نخل وأغنام، أرض زراعية، بتبقى كأنها جنة جوه الصحراء. واحة جميلة جدا بتعتمد على الزراعة.
رقم 2 دي كانت تعتمد كمان على التجارة بسبب موقعها بين القوافل، برضو القوافل بتعدي على يثرب. أشهر القبائل اللي كانت موجودة في يثرب اللي هي المدينة المنورة قبيلة الأوس والخزرج. القبيلتين دول برضو مذكورين في القرآن، دول قبيلتين أصلهم يمني، عيلتين قبيلتين كبار يمن. لما انهار سد مأرب هاجروا للشمال، فقعدوا واستوطنوا في واحد أو في مدينة يثرب اللي هي المدينة المنورة. ودول أشهر القبائل، وهتقوم بينهم بعد كده قدام شوية حرب كبيرة جدا جدا، واللي هيوقف الحرب دي الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. الممالك الثالثة اللي هي في شمال شبه الجزيرة العربية هنبدأ قامت على أطراف الصحراء العربية في شمال شبه الجزيرة العربية، وهنتكلم عن الغساسنة وتدمر والأنبار، هنتكلم عنهم ونقول هم في بلاد الشام. وفي مملكة اسمها الحيرة في بلاد العراق. الممالك دي كان حد فاصل بين العرب والفرس والروم. لما خدنا الخريطة المرة اللي فاتت قلنا ادي البحر الأحمر وادي شبه الجزيرة العربية، هنا كده بلاد الفرس اللي هم إيران، وادي العراق، هنا مملكة الحيرة، هنا كده البحر المتوسط، وادي تركيا اللي هي آسيا الصغرى اللي هي اسمها الدولة البيزنطية في الوقت دوت، فهنا الروم البيزنطيين، وهنا بلاد الشام أو الغساسنة. يبقى ادي العرب، اللي بيفصل العرب من هنا الحيرة بنفصلها عن الفرس، ومن هنا الغساسنة بتفصل العرب عن الروم. فعشان كده هما حد فاصل. عايزين نفهم معنى كل كلمة، مش عايزين نحفظ، لأن التاريخ لو اتحفظ هو كبير، وبتلاقي نفسك لما تيجي تحل بيبقى عندك مشكلة، أنا حافظ ومش عارف أحل. لا، أنا مش عايزك تحفظ، احنا عايزين نفهم معنى كل كلمة. فتلاقيه ممكن أترجم لك معنى الكلمة، أرسمها لك عشان تبقى شايفها بعينيك، تمام؟ فمش عايزين نحفظ. نبدأ بالغساسنة. الغساسنة دول كانوا موجودين من سنة 330 ميلاديا، طالما سيدنا عيسى اتولد هقول ميلاديا، يعني بعد ميلاد السيد المسيح ب 300 سنة، وانتهت سنة 638 على يد الإسلام. أصلها دي قبائل اسمها قبائل الأزد، دي هاجرت من بلاد اليمن بعد انهيار سد مأرب وسكنوا في بلاد الشام. عاصمتها كان عندها أكتر من عاصمة، في عاصمة اسمها الجباية في الجولان، هضبة الجولان اللي اليهود احتلين جزء منها، هي طبعا أرض عربية، واليهود طبعا زي ما انتم عارفين مختصين للأراضي ولكل شيء، فهضبة الجولان تحت احتلال اليهود الصهاينة، تمام؟ ضعفت في القرن السادس. احنا قلنا القرن يعني 100 سنة، القرن 100 سنة، فلما اقول لك القرن السادس يبقى القرن السادس ده من سنة 500 لغاية سنة 600 أو 599. ال100 سنة دول اسمهم القرن السادس. لو قلت لك القرن السابع يبقى تقول لي من سنة 600 لغاية 699. فاحنا بنقول في القرن السادس بدأت تضعف، وكان آخر ملوكها اسمه جبلة ابن الأيهم، جبلة أو جبلة ابن الأيهم. ده طبعا كان بيساعد الروم وانهزم في معركة اليرموك. اليرموك دي من أعظم طبعا معركة، من أعظم المعارك الإسلامية، مهمة جدا لأن هي كانت مهمة جدا، كانت 13 هجريا، وكانت حد فاصل بين هزيمة المسلمين للروم. كانت 13 هجريا، وتحولت دولة الغساسنة لجزء من الدولة الإسلامية. المملكة الثالثة اللي هنتكلم عنها وهي مملكة الحيرة. مملكة الحيرة الثالث الميلادي. طبعا المملكة دي تكونت نتيجة قبائل يمنية، واتكلمنا قلنا لما سد مأرب انهار اليمن أو العرب بدأوا ينطلقوا إلى الشمال وراحوا أكتر من مدينة زي الغساسنة، والوقت هنتكلم عن الحيرة. طبعا العاصمة بتاعتها الحيرة، والحيرة دي جنوب الكوفة عند غرب نهر الفرات. احنا عندنا نهر هنا اسمه نهر دجلة، ونهر هنا اسمه نهر الفرات، ده اسمه اتجاه الغرب. هي في جنوب غرب الفرات مملكة الحيرة. أشهر ملك فيها الملك ده اسمه النعمان بن المنذر، وطبعا دي مش قصة حقيقية قوي،
في فيلم عنتر بن شداد اللي حد شافه، عنتر بن شداد كان راح يجيب جمال من بلاد العراق من مملكه الحيره، فقابل الملك النعمان بن المنذر. فالملك ده طبعا اتعمل عليه قصص كتيره قوي، مشهور جدا لانه هو ملك كان مثقف جدا وكان كريم جدا، وكان طبعا غني جدا لان مملكه الحيره كانت مملكه غنيه جدا. دول اللي هم العراق قريبين من الفرس. ايران كان في الفتره دي كانت دوله ساسانيه يعني عبدت نار وحاجات زي كده. الدوله الساسانيه كانت بتكره الروم والفرس بيحاربوا بعض، فكانت الحيره تنتمي للدوله الساسانيه او بينها علاقات حلوه مع الدوله الساسانيه ضد الروم حلفائهم الغساسنه. طبعا انتهت على يد المسلمين وقضت على الحيره، وانتهت دوله الحيره لما الاسلام ظهر. عايز اتكلم عن مظاهر الحضاره في شبه الجزيره العربيه، وابدا اول حاجه بنظام الحكم السياسي، واقول لك نظام الحكم في وسط الجزيره العربيه في الغرب نظام قبلي يعني قبيله، مش مملكه، مش جمهوريه، مش امبراطوريه، اسمها قبيله ليها نظام كده اللي بيحكمها شيخ القبيله. شيخ القبيله ده اكبر واحد في العيله، مقام وسن عيلته، يعني انسان بيقعد كده وليه سلطه كانه رئيس جمهوريه، فاسمه النظام نظام قبلي. النظام القبلي ده موجود في شبه الجزيره العربيه. في نوع تاني من الانظمه اسمه نظام شبه ملكي، شبه المملكه، ده موجود تحت في معين وسبأ وحمير، وموجود فوق في الحيره والغساسنه، في الغساسنه والحيره. ده نظام موجود في الشمال والجنوب، نظام شبه ملكي. نبدأ بنظام القبيلة ده نظام سياسي لها دستور معين، دستور القبيلة، يعني كل قبيلة لها دستورها يعني عاداتها وتقاليدها، دستورها يعني النظام اللي ماشي عليه في الحكم، دستورها يعني الشرع بتاعها. كل قبيلة لها دستورها ماشية بالعرف بالعادات والتقاليد. يربط طبعا كل افراد قبيله، يعني القبيله دي ممكن تبقى كبيره زي قبيله قريش، عيله واحده تنتمي لاصل واحد، فيربطهم الدم يعني ولاد عم، يربطهم النسب متجوزين بعض، يربطهم العصبيه كلنا من عصب واحد يعني جايين من جد واحد، قريش بني هاشم بني اميه، كل عيله بتبقى رابطها واحد، فبيقول لك قبيله كذا قبيله كذا قبيله كذا، قبيله الاوس قبيله الخزرج، كل عيله ليها واحد، فيربطهم 3 حاجات: نسب، يربطهم الدين، يربطهم العصب، فالقبيله كانها عيله كبيره.